في مركز توب سنتر التجاري بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، لاحظت إقدام شاب على قتل زميلته طعنا أمس الثلاثاء. ويظهر في الفيديو الذي طلعه المشهد اليمني الفتاة الشابة وتدعى فاطمة محمد 23 سنة، وهي تختبئ بين الملابس هربا من الشاب ويدعى رشاد محسن زميلها في العمل بنفس المركز. ويبين الفيديو لحظة عثور الجاني على الفتاة وقيامه بتسديد لا حول ولا قوة إلا بالله على وجهها وظهرها، تسببت في وفاتها في وقت لاحق. وكانت مصادر محلية بعدن قالت أن الجاني قتل زميلته بالسلاح وترك الخنجر في إحدى عينيها لتنزف حتى الموت في جريمة هزت اليمن. وذكر مصدر أمني أن الفتاة جرى إسعافها إلى مستشفى البريهي لكنها فارقت الحياة، فيما تعمل الأجهزة الأمنية على ملاحقة الجاني. كانت الفتاة تسكن في مديرية الشيخ عثمان، فيما يسكن الشاب رشاد بمدينة الشعب، ولم يكشف حتى لحظة أسباب الجريمة، ولكن تم القبض على شقيق المجرم حتى يتم التأثير عليه وتسليم نفسه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.